ايوا بنتي نزهة، ما ناويش تزوجي؟ بنتي نزهة، دابا انتي خدامة تبارك الله، ما شاء الله عليك زوينة، اش ناقصك باش مبغاش تزوجي؟ ونزهة بنتي، وامتى غتزوجي؟ واش قيمتي كتحدد بالزواج وبلقبي انا كزوجه؟ الجواب اكيد لا، نهائيا. قيمتي كتحددها العقل ديالي، ذاتي، طموحاتي، قرايتي، كتحدد باي حاجه الا بالزواج، لان الزواج في النهايه هو شراكه. وانا نبغيك انك انتي في زواجك ان شاء الله تكوني كتختاري، ما تكونيش كتزوجي غير باش تزوجي، كما غير باش تنالي هذا اللقب ديال انك راكي زوجه، اعتقادا منك ان هذا الشيء غادي يعطيك قيمه اكثر، غيخلي الناس يقدروك اكثر. انا نبغيك انتي تقدري ذاتك انتي الاولى، باش ان شاء الله نهار ديري شي اختيار يكون مبني على الصح، تكوني انتي اختاريتي في هذه المرحله انك تزوجي بهذا الانسان. انا نبغيكم تخدموا على راسكم، على شخصيتكم، ان قيمتك ما تكون مرتبطه بحتى شي حاجه وبحتى شي واحد، قيمتك تكون مرتبطه بك انتي، سعادتك تنبع منك انتي. انا نبغيك توصلي للمرحله ديال انك شي نهار تمشي تختاري تجلسي في واحد المكان عام في قهيوه بوحديتك، تكوني جالسه عاجبك راسك مرتاحه، السعاده ديالك جايه من الداخل، كتحسي براسك كامله ومكموله. وانا كنامن بان كاين قانون الجذب في الحياه، انك ملي كتوصلي لهاد المرحله وانتي واحد الشخصيه متزنه وخدامه على راسها وعارفه شنو كدير، راه كتجذبي لك اشخاص من نفس النوع، غادي تجذبي لك واحد الانسان اللي ما شاء الله حتى هو غتكون بيناتكم واحد التوافق فكري، غتجذبي لك واحد الانسان اللي كيحترمك وعارفك شخصيه قويه وخايف لي يفقدك، لانه عارف من الداخل انك بيه ولا بلا بيه راكي عايشه مزيان. يعني الا بقيتي معاه راه غير حيت باغاه وحيت كاينه واحد المشاعر زوينه بيناتكم، لان الضعف كيتحس، القوه كتحس، المشاعر كلها راها كتوصل للانسان اللي قدامنا، بغينا ولا كرهنا، مهما حاولنا نخبيوها راها كتوصل وكتبان. داكشي علاش نبغيك انا تكوني متيقه من الداخل وحاسه من الداخل انك عندك قيمه كبيره كيف ما انتي، ان الزواج ما هو الا شراكه، فعلا هو اضافه زوينه، ولهلا يحرم اي بنيه من انها تعيش هذا الاحساس، تكون زوجه وتكون ام، هذا حلم اي بنت على وجه الارض، ولكن انا نبغيك تعيشي هذا الحلم بحلاوته بشروطك انتي، وتكوني مرتاحه في هذه الحياه، وديري لو بون شوا وتكوني مع لو بون بروفيل، باش ان شاء الله يكون زواج ناجح ومكتمل، وتوصلي للسعاده اللي كنتمناها لك من كل قلبي.